عارفة إحساس لمّا تقعدي تشتغلي أيام وليالي في قطعة بتبقى متحمسة أوي تشوفيها في الآخر، وفي الآخر بتطلع معوجة أو مقاسها غلط، بجد إحساس مش حلو، هتضطري تفُكي كل اللي أنتِ عملتيه ده. تعالي النهارده في الفيديو ده هاقول لِك على 5 أخطاء بنعملها بتدمّر شغلنا في الكروشيه، وبنحس إن إحنا مُحبطين جدًا وبتبدئي تفُكي الخيط. وتالت غلطة مهمة جدًا، تعالوا بقى نبدأ ونشوف كده إيه الغلطات اللي بنعملها. أول غلطة معانا كتير مننا ما بيبقاش واخد باله منها هي شد إيدِك في الخيط، إن أنتِ بتبدئي كده وأنتِ بتشتغلي الغرزة شادة إيدِك أوي في الخيط، وكتير مننا بيقع فيها بتحسي كده إن القطعة لمّا بتطلع بتبقى ناشفة والغرزة نفسها مش باينة، فمهم جدًا الحل بتاعها إن أنتِ كده تحاولي تريحي إيدِك، ولو أنتِ من الناس اللي بتشد الخيط أو مش بتعرف تريح إيديها في الشغل، فالحل ليكِ إن أنتِ تستخدمي إبرة مقاس أكبر من المقاس الطبيعي، يعني مثلًا أنتِ بتستخدمي خيط دلوقتي الإبرة بتاعته 4 مكتوب كده على الخيط من ورا إن هو الإبرة 4 فأنتِ من النوع اللي بيشد إيده في الغرزة، فمش بتبان أوي وكمان بتبقى صعبة عليكِ في الشغل، فاستخدمي 4.5 ده هيريح إيدِك وهيريح كمان الخيط معاكِ وأنتِ بتشتغلي الغرزة. تعالوا نشوف تاني غلطة بنقع فيها، إن إحنا بنبقى مستعجلين أوي على الشغل وبنبقى متحمسين بزيادة ويالّا عشان هابدأ وجايبة الخيوط ويالّا هنبدأ مع بعض. هتعملي مثلًا مفرش مثلًا مقاس معيّن، هتعملي مثلًا كارديجان مقاس معيّن، أي قطعة طبعًا ليها مقاس يعني، فبنستعجل ونبدأ على طول، وفي الآخر بنلاقي يا إما المقاس كبير يا إما المقاس صغير علينا. طب إيه الحل في كده؟ الحل إن أنتِ تضيّعي بس من وقتِك 10 دقايق تعملي عينة للخيط اللي أنتِ بتستخدميه، هتعملي مثلًا عايزة مقاس أي مقاس مثلًا قطعة مربعة كده أنتِ عايزاها مثلًا 10 سنتي في مثلًا في 10 سنتي أو أي مقاس أنتِ مثلًا هتحطيه لنفسِك، وتبدئي تشتغلي في الغرزة أو في القطعة دي، لو طلعت مقاس مضبوط يبقى تمام كده أنتِ شغالة كويس، لو طلعت المقاس أكبر يبقى الكارديجان أو المفرش أو أيًا يكن هيبقى أكبر من المقاس اللي أنتِ بتعمليه، فمهم جدًا إن أنتِ تشتغلي 10 دقايق تجربي فيها بدل ما تضيّعي مجهود بتفضلي تعمليه أيام وليالي وفي الآخر بنفُكُّه. تالت غلطة ودي أهم غلطة كلنا بنقع فيها أو بعضنا يعني وأنا واحدة منكم بقع فيها إن أنا باستخدم الخيط الغلط وساعات باسترخص الخيط بالاقي خيط رخيص الله ده خيط رخيص لا أنا هستخدمه وفي الآخر بيطلع الفينش بتاعه مش حلو فمهم جدا إن احنا ما نسترخصش الخيط ونجيب خيط غالي مش قصدي غالي قوي بس خيط يكون انتي كده شايفة إن هو حلو وناعم ملمسه ناعم بيبقى بيخلّي بجد بيودّي القطعة في حتّة تانية، الخيط اللي بيبقى حلو بيودّي القطعة في حتّة تانية، فمهم جدًا إن أنتِ ما تسترخصيش في الخيط، وكمان إن أنتِ تستخدمي الخيط المناسب مع القطعة المناسبة، يعني مثلًا أنا هاعمل شنطة، فما ينفعش آجي لمّا أعمل شنطة أشتري خيط صوف، الخيط الصوف هيبقى الشنطة بس في الآخر الشنطة فيما بعد هتمُط لإن الخيط الصوف بيمُط شوية، هيوبّر، فالشنطة هتبقى شكلها مش حلو مع الاستخدام، لكن مهم جدًا إن أنتِ مثلًا يعني هنستخدم أو هنشتغل شنطة يبقى الخيط يبقى قطن، هنشتغل مفرش برضه المفرش ما ينفعش إن أنا مفرش ترابيزة، مفرش كنبة ما ينفعش إن أنا أستخدمه صوف عشان برضه زي ما قُلت لكم هيبقى بيوبّر مع الوقت مع الغسيل والحاجات دي هيمُط شوية، فمهم إن أنتِ تستخدمي الخيط المناسب مع القطعة المناسبة. الصوف بقى هتستخدميه في شيلان، هتستخدميه في كارديجان، في ملابس، في حاجات كتير، فكل خيط مناسب لقطعته المناسبة، ومهم جدًا إن أنتِ تعرفي المعلومة دي. طب أنتِ وصلتِ للدقيقة دي ولسه ما عملتيليش لايك، لأ انزلي اعملي لي لايك وده فضلًا وليس أمرًا، ولو أنتِ أول مرّة بتشوفي الفيديو وأول مرّة بتشوفي القناة يا ريت تعملي لي لايك، وكمان تشيّري الفيديو عشان كلنا نستفاد من الأخطاء بتاعة الكروشيه اللي إحنا بنعملها وساعات نكون مش واخدين بالنا منها وبنبدأ على طول. تعالوا بقى في رابع غلطة بنعملها وهي غلطة كلنا برضو بنقع فيها وحتى المحترفين بيقعوا فيها وأنا واحدة منكم بقع فيها برضو. عايزة أقول لكم عد الغرز واستخدام الماركر مهم جدا. احنا دلوقتي عملنا قطعة مستقيمة يعني مستقيمة من الجنبين وبدأت القطعة تورب معانا وبلاقي ساعات زي أول قطعة دي اللي انتوا هتشوفوها
بالاقي إن هي هتطلع خلاص مثلث، وده غلط جدًا إن أنا أول حاجة ما باعدّش الغرز علشان أعرف بداية ونهاية السطر، فأنتِ لو واحدة مش عايزة أو القطعة كبيرة شوية مش عايزة تعدّي الغرز، ممكن تبدئي تحطّي ماركر من الناحية اليمين ومن الناحية الشمال كبداية ال السطر، فده هيخلّي القطعة معاكِ مستقيمة. وكمان في فيديو إن شاء الله بإذن الله لو حابين إن أنا أعمله لكم، إزاي نخلّي القطعة مستقيمة من الجنبين بطريقة كده محترفة، اللي هي بالعمود بلفة وبالنُص عمود، وحتى برضه بغرزة الحشو. فلو أنتم حابين الفيديو ده برضه اكتبوا لي في الكومنتات لو حابين نعمله فيديو منفصل نعملهم مع بعض. إحنا هنا بنقول الأخطاء، فالخطأ اللي أنتِ مش بت الخطأ اللي إحنا بنعمله يعني إن إحنا مش بنستخدم الماركر في الشغل بتاعنا. خامس غلطة ودي بقى اللي أنا باقع فيها، بابقى متحمسة جدًا خلّصت القطعة بتاعتي وعايزة بقى أقص الخيط علشان أشوف الشكل النهائي للقطعة، فبابدأ أقص الخيط قصير وبعد كده ألاقي إن الشغل عمّال يفُك معايا، حتى في نهاية الشغل مثلًا لو أنتِ بتستخدمي كذا بكرة والبكرة الأولانية خلصت وهتكمّلي بالبكرة التانية، فبنبدأ إن إحنا على آخر بكرة كده نربط والربطة بتبقى مش حلوة وبعد كده نيجي في الآخر نلاقي في نُص الشغل الشغل بيفُك، ودي الخطأ الكبير اللي إحنا بنعمله وبنضيّع بقى أيام وليالي عملناها، وكمان عايزة أقول لكم إن إحنا بنقص قصير ونفضل نقول خلاص أنا نضّفت أو نضّفت بسيط، وبعد كده بيفُك معانا مع الاستخدام، يعني ممكن تحسّي إن هي القطعة مش هتفُك معاكِ دلوقتي، لكن مع استخدامها والغسيل وهكذا ممكن يفُك مع العميل كمان، فمهم جدًا إن أنتِ تقصّي الخيط بعد ما بتخلّصي طويل مش مهم، بس أهم حاجة إن أنتِ تفنّشي حلو جدًا، فقُصّي الخيط طويل وبإبرة التنضيف تبدئي تخيّطي كإنِّك بتخيّطي عادي، وده هيضمن لِك إن أنتِ شغلِك مش هيتفك نهائي سواء بالغسيل سواء بالاستخدام، فأهم حاجة الfinish يا جماعة، الfinish بيودّي القطعة في حتّة تانية خالص، ف سريعًا كده نقول الأخطاء بسرعة. أول غلطة إن أنتِ تشدّي الخيط بالجامد، تاني غلطة إن إحنا ما بنعملش عينة اختبار للقطعة اللي إحنا بنعملها، تالت غلطة وهي إن أنتِ بتسترخصي في الخيط وبتشتغلي خيط مش مناسب كمان للقطعة اللي أنتِ بتستخدميها، رابع غلطة وهي إن إحنا ما بنعدّش الغرز وما بنستخدمش marker، خامس غلطة وهي إن إحنا بنقص الخيط قصير وساعات بنقص وندكِّك كده أو نعمل بتنظيفة بسيطة وبعد كده بيفُك معانا في الآخر. طيب عايزاكِ بقى تقولي لي إيه أكتر غلطة أنتِ بتعمليها في الغلطات اللي أنا قُلتها دي، ولو عندِك غلطة تانية وليها حل يا ريت تقولها لنا علشان كُلّنا نستفاد منها، وشكرًا ليكِ ويا رب تكون كمان المعلومة وصلت لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.